السلام عليكم. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة في أحسن الأحوال إن شاء الله. كيف ما كيبان لكم في الفيديو أنا عندي معكم واحد الوصفة ديال البغرير ساهلة، يعني حتى اللي ما عمره عدلو أو اللي ما كيصدقلوش بهذه الطريقة هذه أنا متأكدة 100% غادي يجي معاه ناجح وساهل ماهل. إذا على بركة الله نبداو في المقادير. عندنا واحد القياس ديال الدقيق الأبيض، في المقابل ديالو 2 ديال القياس ديال السميدة اللي هي رقيقة، يعني إلا كان كاس دقيق فغنعملو نفس الكاس نعبرو به السميدة الرقيقة. عندنا كذلك نص مغرفة صغيرة ديال السكر، نص مغرفة صغيرة ديال خميرة الخبز، 4 معلقة ديال الملح، وعندنا خميرة الحلويات 8 غرام، وطبعا الماء يكون دافي. كنخلطوا المكونات الجافة اللي هي السميدة مع الدقيق الأبيض، نخلطوا حتى الخميرة أنا كنت نسيتها في الأول حتى الآخر عاد ضفتها، أحسن نعملوها مع الدقيق. كنضيفوا كذلك الخميرة ديال الخبز، الملح، السكر، كنحركوهم مزيان مزيان عاد باش كنضيفوا الماء دافي. طبعا الماء يكون دافي وكنضيفوه شويه بشويه حتى كنحصلوا واحد العجينه ما هي خفيفه ما هي ثقيله. نعملوها في الميكسور باش هكذا كيكون الخليط ديالنا ما فيه حتى شي، يعني حتى شي كتله ديال الطحين، ولا يكون عندنا خليط متجانس. نغطيوها بشي منديل أو فيلم اليمونتير، نخليوه يرتاح واحد 15 دقيقه، طبعا على حسب الجو. لو كان الحرارة فما يحتاجش يرتاح، لو كان شوية البرد نخليه واحد يرتاح واحد 4 ساعة. من بعد كنبداو نطيبوه بهذه الطريقة اللي كتشوفوا. طبعا اهم حاجة خص المقلة ما تكونش كتلصق باش هكذا راه كيجي ساهل ماهل في الطياب وعلاش لا حتى في الاكل. بالنسبة للقياس فكتعملوا المقلة اللي موالفين، يعني سواء كانت كبيرة ولا صغيرة كل واحد والقياس ديالو، يعني على حسب النوع ديال المقلة كل واحد وشنو عنده، شي كبيرة شي صغيرة متوسطة. أهم حاجة تكون ما كتلصقش، هذا هو المهم. وكنبداو مستمرين بحال اللي كتشوفوا هنا قدامكم في الفيديو حتى كنساليو الكمية ديال العجين اللي عندنا كاملة. كيف ما انا غادي نبقى مستمرة حتى ننتهي من ديك العجين اللي عندي، ونشوفوا النتيجة في اخر الفيديو.
اي وحده كطيب كنعملوها بحال هاد الشكل هكذا في واحد انيه، وكنغطيوها بواحد المنديل اللي يكون نظيف، طبعا المنديل خاص بالمطبخ. اي وحده كطيب كنزلوها وكنغطيوها بداك المنديل حتى كنكملو كلشي. بالنسبة لطريقة الأكل، لا عفوا اسمحوا لي، بالنسبة للطريقة ديال التقديم فكل واحد يدير رفقو بداكشي اللي كيبغي وكيفضل، الزبدة، العسل، زيت الزيتون، الشوكولا، ولا كاين الآن اختيارات متعددة، وكيبقى كل واحد والاختيار ديالو والذوق ديالو. وهكذا كيكون الفيديو ديالنا تسالى، وكنتمنى تجربوا هاد الوصفة. السلام عليكم.